ازيك يا جدي؟ محدش هيقفل النادي ده غيرك يا جدي. عامل ايه النهارده؟ لسه معاك بطولات ما خرجناش منها؟ لازم تعرف يا ميرو يا ابني ان الدنيا دي حبة فوق وحبة تحت، وتحت تحت جامدة فحت. انت بتقول ايه يا جدي؟ يا جدي احنا بننتهي خلاص. ابويا اتسجن يا جدي، وانا هيتقبض عليا، والنادي كله هيتقفل. انت بتعمل ايه يا جدي؟ انا فكرت في خطة جديدة تخرجنا من المأزق ده، وعلى رأي الحكيم سان غورو. ايه سان غورو ده؟ كان بيقعد معايا على القهوة في شيكاغو، تعرفوش؟ يا عم ده احنا اللي هنغوره من هنا كلنا. المهم كان بيقول الدنيا دي زي الخيارة، شوية في ايدك وشوية يا حاج جدي. يا عم بقولك النادي بينتهي، عايزين نشوف حل. انت بتعمل ايه يا جدي؟ اللعيبه ما بتبصيش كورتين على بعض. انا عايز اعرف ايه المشكله، انا دوري هنا مدير الكوره، يعني من حقي اعرف. ما قلت لك يا ابني مش كل حاجه في ايدينا، احنا بنعمل اللي علينا وخلاص يا جدي. وانت جاي هنا دار الحكمه؟ احنا بندرب نادي يا جدي، وفي جماهير بالملايين مستنيانا، وفي فلوس بتتصرف. بص يا ميرو يا ابني، انا قررت. يا جدي فريرة، يا جدي فريرة، يا ميرو الحقوا، شيكا بينام وهو بيتمرن، الندانة دهيته خلاص. ايه يا أس يا ابو النباهة؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ماله شيكا؟ انا مش عارف انا زيكم بالظبط يا جماعة. شيكا بتجيله الكورة بينام وهو بيلعب بالكورة وفجأة بننادي عليه ما بيردش علينا. بص الكورة هتجيله اهي. بص الكورة يا شيكا اهو. أنا دائما أقول هذا اللاعب كان فلتة من فلتات الكرة المصرية، ولكن لم يذهب كثيرا لما يستحقه هو أو تستحقه قدماه. لاعب فنان، لاعب على الدراسة، ضيع برشا وقت، مش كل شيء يمين ويسار، يدخل في حيط ويرجع من حيط ويضرب في حيط ويعاود يصد في حيط. الكورة هتتقطع منك يا شيكا، حاسب. يا غبي يا زيزو، قلت لك خد الزاوية البعيدة عشان اديك الكورة.